لأول مرة في التاريخ في 2025 ماكلارين عملت عربية معمولة من قطع الليجو. فريق من 23 عامل من شركة ليجو وشركة ماكلارين قعدوا أكتر من 3000 ساعة بيعملوا العربية دي. استغرقت منهم 342,817 قطع ليجو عشان يعملوا العربية. وزنها واصل لحوالي 2600 باوند وبتشتغل بالكهرباء. وسواق الاف 1 البريطاني لاندو نوريس جرب يسوقها بنفسه في سيلفرستون وقطع بيها تقريبا 6 ميل ووصلت سرعة العربية ل 40 ميل في الساعة، يعني حوالي 64 كيلو. البروجكت ده مش بيبين بس قد ايه ليجو تقدر تعمل هندسة مبهرة، لكن ده كان كمان احتفال بتراث ماكلارين اللي عملت عربية واحدة من أقوى العربيات اللي في العالم، الهايبر كار. انتوا بقى ايه رأيكم في العربية دي؟ هل ممكن تقدر تسوقها بنفسك وفجأة تلاقي البيسز بتاعت الليجو بتقع في كل حتة؟ أنا صراحة شايفها مشروع يجنن، ليه مستقبل. ليه ما نعملش بيت من الليجو؟ ليه ما حدش فكر فيها؟ ليه ما حدش مثلا يعمل طيارة من الليجو؟ لا مش طيارة لعبة، طيارة حقيقية.